شدد طارق السكيتاوي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على أهمية المواجهة التي ستجمع الأسود بمنتخب سلطنة عمان غدا الجمعة لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب المقامة في قطر، مؤكدا أنها مباراة مفصلية سيسعى من خلالها المنتخب الوطني المغربي إلى حسم التأهل إلى الدور المقبل. وقال السكيتاوي في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء إن مقابلة الغد بالنسبة لنا ليست مباراة عادية، هي فرصة أخيرة أيضا بالنسبة لنا تماما كما هي بالنسبة لعمان. الفوز وحده يضمن لنا عبور الدور الأول دون انتظار المباراة الثالثة. وأضاف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم: لا تربح المباريات بالأسماء ولا بالشهرة أو القيمة التسويقية، بل بالانضباط التكتيكي والجهد داخل الملعب والرغبة في الانتصار. يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سيواجه منتخب سلطنة عمان غدا الجمعة انطلاقا من الساعة 3:30 بعد الظهر، علما بأنه فاز في مباراته الأولى أمام جزر القمر ب3 أهداف مقابل هدف.